الرحمن الرحيم. اللي أول مرة يتابعنا على القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك للفيديو. معاكم أهلاوي الغلابة. هنتكلم في جزئية الفترة الأخيرة دي وعلى قناة الزمالك وعلى السكريب. كل سكريب وسكريب ماشي بيتبعت للقناة وبيتبعت للإعلاميين بتوع قناة الزمالك وكله يشتغل عليه. أول حاجة بدأوا بيها ممدوح عباس. ممدوح عباس وحاجز على فلوس النادي وإيه 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 وإيه. ومرتضى منصور قال لك واخد فلوس 5-6 مرات ومش عارف إيه وأنا مقدم طعن والطعن اترفض. يبقى مين اللي كلامه صادق؟ لما الطعن يترفض كده يبقى مين اللي كلامه صادق؟ ممدوح عباس ولا ممدوح عباس؟ مرتضى منصور ولا ممدوح عباس؟ ممدوح عباس. وكل الجماهير الواعية الفاهمة من جماهير الزمالك المحترمة. احنا بنتكلموا على الفئة المحترمة. هم عارفين ان الراجل ده كذاب. الراجل ده بتاع شهرة، بتاع عايز يبين اللي انا عملت كل حاجة للنادي. انا من غيري مفيش حد بيعرف يعمل اي حاجة. ماشي. والجماهير اللي بتطبل هي دي القبيضة بقى. دي القبيضة. دي اللجان اللي كانوا في نادي الزمالك يوم الجمعة اللي فاتت ويوم السبت. هي دي اللجان بتاعته اللي بيطبلون. ونفس السكريب بيتوزع عليهم. يعني كل اللي كل اللي شغالين وبيدافع عن مرتضى منصور كلهم قبيضة منه. اللي بيقول كلمة الحق ماشي عن النادي الاهلي او عن نادي الزمالك، الواحد ده يحترمه. ماشي. الواحد يحترمه. بس السكريب لما يتنقل من واحد للتاني وللتالت للرابع للخامس للجان بتاعتك يبقى في حاجة غلط. يبقى انت في مشاكل عندك انت اللي بتعملها. يطلع يقول لك الساعات يا خطيب والفلوس. انا رجعت الفلوس والكابتن خطيب رجع الفلوس. وانت لو راجل روح المحكمة وقدم شكوى اللي فيه فلوس كذا كذا. بس انت مش راجل. انت سكريب انتوا متوزعين على بعض. الحرامي عشان انا سمحت تصريح انا اهلاوي انا اتعصبت. ده ما يجالش غير على الصحفي اللي جال الكلمتين دول ولا حرامي ومرتشي. وهو مرتشي عشان اصلا ما بيقولش كلمة الحق. هو مرتشي. لو هو بيقول كلمة الحق يطلع يتكلم على صفحته. بس هو اصلا يشوف وشه عامل ازاي. غضب ربنا. شوف لما كان شغال محايد كان وشه عامل ازاي. البراءة بتاعت شعره ابيض وشه ابيض. وشه تحس عليه غضب ربنا عشان كذاب. اسمه إيهاب الفولي. ماشي. وطلع يقول لك انا عرفت ازاي الاهلي راح يلعب في كاس العالم عشان مدرب الاهلي من سويسرا ورئيس الاتحاد السويسري والاونكس اللي بالساعات اللي واخدها الكابتن محمود. يا راجل انت زباله ابن زباله اصلا. واللي دخلك الصحافه ده واحد حرامي زيك. عشان مهنه الصحافه دي مهنه محترمه. ما كان فيها شويه الكلاب اللي فيها دلوقتي دول اللي هم بيبيعوا ذمتهم، اللي هم كلمة الحق ما بيعرفوش يقولوها. ماشي. انتوا عشان تشتغلوا عشان تاخدوا ايرادات وفلوس. واحد زي عمرو الدرديري طلع يقول لك السكريب اللي متوزع عليهم الاخراني بقى بتاع رئيس لجنة الحكام الراجل الاجنبي والاستفتاء بتاع لجنة رابطة الأندية. ده السكريب الجديد اللي هم بيضربوا عليه. يعني اللي هم لازم يطلعوا كل سكريب كده يطلعوا يتكلموا عليه.
طالعين يقولوا لك ايه؟ احنا جمهورنا بتفهم في الكوره. يا راجل انتوا بتفهموا في الكوره؟ بتفهموا في الكوره يعني، صح؟ انتوا البطولات افريقيا اللي انتوا بتقولوا التسعه ولا السبعه دي انتوا خدتوها ازاي؟ ولا انت كنت وصيف؟ ولا انت كنت مركز ثاني وكنت رايحها كده؟ هتتكلموا؟ احنا بنعرفوا نتكلموا، ماشي؟ والجماهير المحترمه منكم ما بتخشش في جدال مع جماهير الاهلي في الحاجات دي. انتوا بتقولوا احنا اعلى شعبيا، مش في مصر، خارج مصر. اللي خارج مصر دول مش قاعدين على تويتر؟ ما عندهمش فيسبوك زينا ولا كده، عندهم تويتر. يعني ماشي، رابطة المحترفين دي بتنزل الاستفتاء على تويتر، ماشي؟ يعني اللي انتوا اعلى شعبية في الوطن العربي، المفروض دول ينجحوكم. ده انتوا ما بتجيبوش، ما بتعدوش 10%. اعلى واحد، اعلى لعيب المفروض ترفعوا له القبعه هو امام عاشور لما جاب 11%. حتى كمان لما جماهير الاهلي لما طلع منها في اسبوع اللعيب بتاعها، انتوا ما عرفتوش تكسبوا اللعيب بتاعكم. يلي جماهير الصفوه، يلي الجماهير اللي بتفهم كوره، وكل الجماهير ما بتفهمش كوره، ماشي؟ ما كسبتش زيزو ليه؟ احنا نفسنا النجم بتاعكم والاسطوره بتاعتكم شيكابالا تخش في مره كده في الاستفتاء ده ويشوفوكوا هتعملوا ايه. هيعدي ال 15% ولا مش هيعديهم؟ يبقى انجاز بالنسبه لكم لو عدى ال 15%. زي امبارح واحد منكم امبارح طلع الحمد لله ولله الحمد، زيزو عامل التاريخ، جاب 9%. هو ده جميتكم. انتوا جماهير كده، الصفوه منكم اللي هي الجماهير الصفوه المحترمه منكم جد كده. وكل الجماهير اللي بتطبل ما بتعرفوش تعملوا حاجه، عشان انتوا عارفين قيمتكم ازاي. ما تخشوش مع جماهير الاهلي في اي مقارنه، عشان ظالمه بالنسبه لكم في كل حاجه. استفتاء، لعيبه، كاس العالم، اي حاجه. انا نفسي امنيه حياتي قبل الدور الثاني اول ما يبدا يدخل ساعة الجماهير كلها في الاستادات، وانتوا هتشوفوا الفرق. ماشي؟ انتم جماهير بالصوت زي رئيس ناديكم. برضو انا بعيد عن الصفوة المحترمة من جماهير الزمالك، انا بتكلم على اعلاميين الجرابيع، ماشي؟ عن قناة الزمالك، عن رئيسها، عن كل حاجة. لما انت تيجي حل مشاكلك، ماشي؟ وبتعالى اتكلم معاه. هو الكابتن محمود الخطيب ما بيردش عليك ليه؟ مش عشان ما عندوش لسان يرد عليه، ده لو خلي بالك هو طلع خلى سيد عبد الحفيظ يرد عليك في مرة خلاك تشخ على نفسك انت واعلامك والبلد كلها. يوم ما سيد عبد الحفيظ طلع بتصريح وخبط بايه، ماشي؟ وخبطكم كلكم بيه، باعلاميين، كله كتب، ماشي؟ والمجلس الاعلى للاعلام، احنا هنرجعوا تاني بقى. المجلس الاعلى للاعلام، انت مبسوط؟ انت دريت النصايب اللي في البلد بتاعت الغلا؟ انت مبسوط يعني؟ انتوا بتداروا المصايب؟ انتوا عارفين العالم دلوقتي هي الحاجة الوحيدة اللي بتخرجها من الغم، دخلتوا فيها الغم. مين اللي بيحاسب قلة الأدب اللي بتطلع؟ وفي الآخر يطلع يروح المحكمة. لما محمد عثمان
محامي كابتن محمود الخطيب وده لما يروح المحكمة وياخد حكم عايزين تقعدوا مع كابتن محمود الخطيب عشان يتصالح. يا شيخ يا بلد يا محترمة، عايزين اللي بيتغلط فيه هو اللي سامح؟ يا شيخ ما فيش قانون في البلد هو اللي يحاسب؟ فهمونا بس، فهمونا بس، عشان احنا خلاص احنا غلوبنا، احنا زهقنا. احنا مش هنسكتوا. وكل بص هو سكريب السكريبات اللي هو بيديها لهم، هو بيكتب لهم جواب كده عايزين نتكلموا في كذا، كله يتكلم في كذا من اصغر واحد لاكبر واحد. اللي جنب تحته نفس النظام، السكريب واحد، حتى بص عليهم واحد ورا واحد واحد ورا واحد، كل سكريب واحد. ماشي، ما لاقوش من كاس العالم حاجه، ما لاقوش حاجه في قصه كاس العالم دي حاجه، كانوا ايه محوطين. لما جالك ازاي يخش كاس العالم، احنا كان ساعه ايه على التحكيم. على التحكيم لما فضحكم رئيس لجنه الحكام الاجنبي الجديد ده، لما فضحكم ولقى الفساد اللي بيحصل في التحكيم في مباريات الزمالك، ماشي، واتكلم عنها ووقف كذا حكم في المباريات بتاعتكم، انتوا عرفتوا الفرق. عارفين اللي هي لو مشت بالعدل مش هتاخدوا نقط. سيبوكم من الاداء اللي انت كسبت البنك في اخر دقيقه، واحنا هيقول لي انت روح انا كسبت اخر دقيقه، انا ضاغط عليهم، انت ما كنتش عارف توصل لهم، انت ما كنتش عارف توصل لمرمى البنك. احنا كنا ماسكين فيوتشر وماسكين فاركو حاطينهم في ال 18. يا ابني يا غبي يا اللي ما بتفهموه. يعني البلانتي ده لو كان جه، البلانتي بتاع قفشه ده، الله يسامحك يا قفشه، لو كان جه ما كنتش هتقدر تتكلم معايا. الا احنا جماهير الاهلي لما بتتكلم على اللعيبه، ماشي، لما بتتكلم على لعيبه بتتكلم على اللعيبه بتاعتها بس، ملهاش دعوه بالانديه التانيه. انتوا بتجيبوا سيره الاهلي عشان ده يعتبر الموسم بتاعكم. انت لو ما جبت سيره الاهلي في يوم كده مش مفيش نسبه مشاهده هتجيبها. انت ورئيس ناديك والاعلاميين كل اللي حواليكم. زي في عيل تافه اسمه المعتز الشامي، التافه اللي هو في دبي ده، الجربوع ده بيتكلم، يطلع يقول لك حاجات، يقول لك انا قعدت وانا وبرونو هيتوقف ومش هيتوقف وكوب. ماشي، انت مالك برضه؟ انت مالك؟ انت مال اهلك؟ انت برونو ما توقفش اهو، كدبه. فين الصفقات بتاعتك بقى؟ تعال نرد بقى صفقه بصفقه كده. تعال لي بقى. انت بتتكلم مثلا على الورد انتوا مشيتوها، ضربكوا على جفاكوا وخد 2 مليون دولار، ماشي، وضربكوا على جفاكوا ومشي. الصفقات بتاعتكم يا معلم، يا اللي بتاخد السكريب زي التانيين، يا اللي طلع رئيس نادي الزمالك، انتوا ما بتدعموش واحد زي معتز الشام وزي دول بتروحوا تدعموا الاهلاويين. ماشي، اسمه اللعيب النبيبي ده جه عامل ايه مع زمان؟ جاب ماتش في ماتش سموحه بس، شفناه بعد كده بطاطس، البتنجان انضف منه. اللعيب التاني الافريقي عنده اصابه مزمنه، لعب ماتش ما لعبش غير ماتشين. الصفقات بتاعتكم كلها ما فيش غير 2 لعيبه او 3 لعيبه اللي هم من 12 لعيب: الزناري، مصطفى السيسي، مصطفى شلب الصاب. ما فيش غير 2 لعيبه، ودونجا لسه راجع من اصابه. يا فرحتي بالصفقات بتاعتكم. احنا الحمد لله جبنا برونو وشاد حسين ومصطفى سعد ميسي
وبس. ماشي، انت بتتكلم في ايه بقى؟ فين الصفقات اللي انتوا جبتوها؟ واللعيبه بتاعت وادي دجله 3 صفقات. انتوا بتتكلموا في ايه؟ فين وجه المقارنه بينك وبين؟ فين يا ابني وجه المقارنه؟ في اي حاجه انتوا عايزينها؟ انتوا عايزين تطلعوا تهبدوا في اي حاجه؟ السكريب ده مش ناوي ينتهي؟ مش ناوي كل واحد يتكلم الصح والغلط في الاعلام المصري الرياضي؟ مفيش ضمير. كلها ما بقاش عندها ضمير. وخلي بالك مرتضى منصور ده يوم ما واحد فيكم ربنا يهديه ويرجع لرشده تاني، هتلاقيه اول واحد بيديله بالجزم. مرتضى منصور ملهوش عزيز. الخضر كان معاه وتنعت له بالجزمه. ماشي، الجماعه دول كلهم راعوا ماشي، راعوا ضميركم لو عندكم ضمير. احنا جمهور الاهلي، احنا بنشجعوا نادينا، بنشجعوا اللعيبه بتاعتنا، واحنا اللي بنهاجموا اللعيبه بتاعتنا. ليه؟ بنهاجموهم حبا. لما طلعوا يقول لك انت بتهاجم قفشه، انا بهاجم قفشه حبا فيه، حبا في قفشه. مش عايزه يخسر، عايزه قفشه اللي هو اول ما جه الاهلي كان بيقتل نفسه على كل كوره. عايز حسين الشحات، عايز كل اللعيبه نفس النظام. انتوا ما عندكمش كده، انتوا بتطبلوا خلاص عشان خايفين اللي يدوكم بالجزم وعشان الفلوس. احنا ما بنتمشيش بالفلوس. وحياة النعمة لو قناة الاهلي اتفتحت زيكم كده، اقسم بالله هتتضربوا بالجزم كلكم من اول كبيركم لحد اصغر واحد فيكم، وانتوا عارفين كده. بس عمر ما اسلوب الاهلي كان زي الزباله اللي احنا بنشوفهم دول. ودول كلمتين حبيت اقولهم موجهين لكل اعلام الزمالك. واشكركم وادعمونا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.